السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكون اموركم كامله بخير وعلى خير، احوالكم طيبه وانتم ان شاء الله كتشوفوا في هذا فيديو جديد ونهار جديد. غادي نبداو بروتين اولا حيال مهم كما بغيتوا. المهم غادي نشارك معكم واحد المنظمات اللي كنت خديتهم من بيم، والصراحه اللي جاوني عمليين وزوينين بزاف. وكذلك هاد لي لانجيت هادو اللي شفتوهم راه كيتباعوا في بيم ب 16 درهم 15 درهم وشي حاجه، المهم 16 درهم. اونتي باكتيري كيعقموا او ميم طون كيمسحوا، وما تحتاجيش هذوك لي شيفون اللي كتبقاي تمسحي به اشاك فوا وخصك تغسليه وخاص كذا. هذه كتستعمليها كتعقم لك وفي نفس الوقت كتسالي بها كترميها. لان هاد الكوافز هذه مازال جديده ان شاء الله، مازال ناويه ندير لها مرايه وداكشي. المهم هذه اول روتين في الكوافز جديده ان شاء الله باذن الله. وبغيت ندعي مع اي وحده اللي في بالها شي حاجه ديال الخير باغيه توصل لها، الله يوصلها ليها، الله يوفقها ليها. وبغيت عاوتاني نقول واحد الحاجه اللي ضروريه البنات. كنت في فيسبوك ووحده قالت لهم راه كندعي الله وكنقول الا حققت لي هذه الحاجه راه غادي نصوم ولا غادي ندير شي حاجه. المهم البنات، الله سبحانه وتعالى راه الخزائن ديالو كبيره وكبيره بزاف، يقدر يعطيك لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف، ولدرجه انه يرجع العالم كامل غني. ولكن الله سبحانه وتعالى كيعرفنا اكثر من نفسنا. راه غير وليداتنا كنعرفوا واحد حسن يعني بحال واحد مثلا كيخسر الفلوس بزاف وكيضيعهم في التفاهه وفي التخربيق، راه ما غاديش تعطيهم له بحال شي واحد اللي كتعرفيه راه غادي يدير بهم شي حاجه ولا غادي يدير بهم شي منفعه. كذلك الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا وكيعرفنا احسن من نفوسنا. الا دعيتيه وعطاك الحاجه راه مزيان، ما عطاها لكش كوني اكيده كوني على يقين ان الله سبحانه وتعالى كيخبئ لك الاجمل وحيد عليك يمكن ديك الحاجه اللي انت كنتي باغيها حيت ما فيهاش الخير ليك، على داك الشيء حيدها عليك. ديما ديريها في راسك هذه. الله سبحانه وتعالى الا عطاك راه عارف ديك الحاجه مزيانه لك، ما عطاكش راه عارف ديك الحاجه راه ما فيهاش الخير ليك. الثقه وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو اللي كيخلينا نكونوا سعداء متصالحين مع نفوسنا، فرحانين بداكشي اللي عندنا. حتى الا ما كنا باغيين شي حاجه وما وصلنا لهاش راه ماشي مشكل وهي غاديه. المهم اننا نكونوا راضين على نفوسنا، راضين بداكشي اللي وصلنا ليه كما بغى يكون الحال، وحامدين الله وشاكرينه. وكونوا على يقين انكم كل ما دعيتوا وانتم ميقنين بالاجابه الله سبحانه وتعالى غادي يستجب لكم ويعطيكم اكثر ما توقعتوا واحسن ما توقعتوا، لان الله سبحانه وتعالى راه ما حتى شي حاجه ما صعيبه عليه. المهم هذه غير بدايه بغيت نشير ليها وبغيت نقولها لكم، لان احنا محتاجين في هذا الوقت هذا او في هذا الشهر هذا بالضبط اننا نرجعوا الله سبحانه وتعالى ونتقربوا له، لانه شهر ترفع فيه الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. فحاولوا انكم اللي تكونوا تخدموا زعما حويجات ديال الدار، استغفروا، سبحوا الى اخره. المهم ما نطولش عليكم في هذا الشيء، غير كان تذكير وصافي، لان كنفكر راسي وكنفكركم معايا هكا باش الاستفاده ما تكونش غير فيديوهات ديال التنظيم وكتكون فيهم بجوج. هاد المنظمات صراحه عجبوني بزاف. علاش؟ حيت كتركبيهم نتيا وكديري فيهم المساحه اللي كتبقاي تركبي حتى كتوصلي لديك المساحه اللي انت بغيتيها. المهم هما راه كيجيو بحال هكا، كتشديهم بدوك ديري لهم بحال مسمرات لاصقين فيهم ديال البلاستيك. اهم حاجه اللي فيهم زوينه عجبتني حيت في البيض ما جايش فيها الالوان وداكشي صافي. وشوفوا ها هي كتبقاي تلصقيهم حتى كتكملي القجر ديالك كامل اولا المجر ديالك كامل. وباش زوين فيهم هو انهم معمر المجر يترون، لانه غادي تكوني كل حاجه حاطه فيها حويجه، وهكا ملي تحليه تلقاي كل حاجه باينه. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه نوريها لكم، حيت هنا في هذا الفيديو ما نظمتش مزيان. كان الهدف ديالي هو انني نقول لكم الا لقيتوا بحال هادو
شريوهم راهم زوينين وكينظموا عمليين بزاف، كينظموا المجر زوين بزاف. المهم ها نتوما كنحاول انني نبين لكم. وغادي نخليكم على فيديو غتشوفوا كي غادي تجي ونكملوا لا فيديو. المهم هذا هو الشكل النهائي من بعد ما ركبتهم. هنا غادي نحاول انني نقاد فيهم الحويجات اللي بغيت مثلا نديرهم. انا غير بغيت نعطيكم فكره، غير نقول لكم زعما شنو تقدروا ديروا، وكل وحده تستعملها فاش ما بغات. تقدروا ما ديروا فيها لي شال مثلا اولا لي زاكسيسوار، مهم على حسب كل وحده دير فيها داكشي اللي يناسبها او اللي يريحها. المهم انا غير بغيت نعطيكم فكره ديال انها كتجي باينه. تاني حاجه اللي خديت من بيمو اللي عجبتني هي هادو ديال سميتو ديال لي كوطون تيج ولي كوطون ديسك. ودابا غادي نمشيو للكوزينه باش غادي نشارك معكم جوج ديال الحويجات اللي غادي يزيدوكم بنه في الاطباق الرمضانيه ديالكم. اول وصفه هي هذه ديال الفلفله حمراء. المهم انا هنا راه درت غير 4 ديال الفلفلات حمر، هما اللي كانوا عندي درتهم حيت كنت باغيه ندير البسطيله ديال الحوت، وصايبت هذه حيت كنستعملها في البسطيله ديال الحوت. المهم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه غادي نشارك معكم البسطيله ديال الحوت اللي كتجي لذيذه بزاف واللي تقدروا تستعملوها في الحشوات الرمضانيه ديالكم، وكذلك للضياف ان شاء الله الا كانوا باغيين يجيوكم راه كتجي ديال تحميره الوجه. المهم هنايا شنو درت، شويت الفلفله حمراء عادي كما موالفين كنديروا لها باش غادي نديروا تكتوكه ولا شي حاجه بحال هكا. شويتها من بعد نقيتها ودرتها في طحانه، طحنتها وزدت عليها زيت الزيتون صافي وطحنتها مزيان. وشنو غادي ندير من بعد، غادي نديرها طيب واحد شويه باش يتحيد، باش حتى الا كان فيها شي ما ولا شي حاجه يتحيد هكا باش ما تخسر لكمش بالزربه، الا سورتو الا كنتو دايرين كميه كبيره. انا هنا درت كميه صغيره بغيت نشاركها معكم زعما الا بغيتو توجدوها قبل رمضان ان شاء الله. صافي من بعدها انا درتها في البوطه ودرتها هكا تبقى هكا كما كنقولوا تبقبق هكا طيب حتى نحس باللي ان ما بقاش فيها الماء، ما كاينش فيها الماء. ديك الساعه غادي نحيدها، غادي نخليها تبرد وغادي نديرها في دي بقالات هكا صغيورين، دي بوكو هكا صغار ولا شي حاجه، وتخليوها. ملي تبغيو ديروها في الاطباق ديالكم لا بالنسبه ديال رمضان، راكم عارفين الحشوات راهم جايين في رمضان، كتاخدي معلقه من هذا الخليط هذا وتزيديها في الاطباق ديالك، راه كيزيد كينسمها كيعطيها واحد اللذه اللي زوينه بزاف. هذه الفلفله حمراء هي الصراحه دايره بحال الفلفله الحمراء اللي كنديروها يابسه، ولكن هذه كتكون فيها واحد البنه مختلفه. هنا انا درتهم في هاد سميتو صغيورين حيت ما كانتش عندي شي وحده كبيره اللي ندير فيها. اما طون قلت راه عامرين بزاف، يعني ما غاديش نحتاج نبقى نحل كل مره واحده، غادي وحده نحلها تكون ما يكونش فيها بزاف، غادي نستهلكها ومن بعد صافي غادي ندوز الاخرى. هنا بغيت نشارك معكم حاجه اخرى اللي حتى هي كتعطي البنه للاطباق ديالنا. شنو هو الكروفيت. جبت الكروفيت باش درت به بسطيله ديال الحوت والقشور ديالو، حيت ملي مشيت باش ناخذ الكروفيت قال لي هذاك اللي كيبيع الحوت قال لي واش نعطيك كروفيت منقي، قلت له لا بغيتو بالقشور ديالو حيت محتاجه القشور ديال الكروفيت. الصراحه اباغ انا هاد الطريقه هذه كنديرو في لاصوب، ولكن هذه عاوتاني كيبقى معاك مده طويله. كتشدوا القشور ديال الكروفيت كتنقيوه مزيان، ما كديروش داك الراس دوك العوينات وداك الشيء، كديروا غير لابارتي التحتانيه ديالو. سينو الا بغيتو ديروا العوينات داك لابارتي ديال الراس الفوقانيه حيدوا دوك العينين وداك الشيء، خليو غير ديك لابارتي اللي كتكون بحال هكا. صافي دخلوه للفران، يبسوه في الفران لان في الشمس راه ما غاديش يبس دابا مع البرد وداك الشيء، يبسوه في الفران صافي وبداو طحنوا فيه. انا طحنته في هاد الطحانه ديال القهوه، طحنته جوج طحنات، طحنته المره الاولى حتى تجمع لي يعني حتى جمعت كلشي، عاوتاني وليت طحنته مزيان باش هكا يعطيني بودغ. راه كيتباع عند العطاره وكيتباع في المحلات يعني هكا واجد، ولكن البنات ما كايناش بحال الحاجه اللي تصايبوها في الدار.
وبالنسبه للناس اللي الله يحسن عوان كيجيهم الكروفيت غالي او لا شي حاجه، فسيروا عند مول الحوت راه كينقيه وكيبقى له داك القشور ديال الكروفيت، وطلبوا منه انه يعطيكم القشور ديال الكروفيت، وديروا له هاد الطريقه راه كيجي فيه البنه زوينه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هكا غادي يكون كمل لا فيديو ديالي، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.